السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض ميني كيك ينفع في المدارس بدل ما نشتري الكيك الجاهز من بره. الله أعلم المواد الحافظة فيه إيه. وينفع يتحط في لانش بوكس المدرسة. يلا بينا نشوف هنعمله إزاي. عندي أول حاجة هنا 4 بيضات، أحط عليهم كيسين من الفانيليا، وهكون مجهزة كوباية سكر. أحط الأول الفانيليا، بعد كده هنزل بكوباية من السكر. حاولي تخلي كل معاييرك بكوباية واحدة، وهقلبهم مع بعض كويس جدا لغاية لما لون البيض يفتح. خلاص كده لون البيض افتح معانا زي ما احنا شايفين كده. ما بياخدش منك الكلام ده وقت كبير. هننزل بكوباية لبن مغلية وهقلبهم مع بعض، وبعد كده هننزل بيه كوباية الا ربع من الزيت وهقلبهم مع بعض كويس جدا. وهنزل كمان ب الدقيق. طبعا لازم اتاكد ان نوعيه الدقيق كويسه جدا. هنزل بيه كميه كميه لغايه لما يتشكل عندي قوام الكيك اللي احنا عارفينه. بيبقى ولا هو سايل ولا هو ماسك ولا هي متماسكه ولا هي سايله، بتبقى القوام ما بين كده وكده. هكمل تقليب لغايه لما اوصل لخليط الكيك اللي انا عايزاه. هنا هنزل بكيس بيكنج باودر، وهكمل باقي كمية الدقيق لغاية لما القوام عندي يتشكل. ونسيت اقولك ان احنا بنحط كمان رشة من الملح ومعلقة صغيرة من الخل. لسه بكمل كمية الدقيق عشان حسيت ان ال- الخليط معايا سايل شوية فزودت كمية الدقيق. يعني هي غالبا هتطلع 3 كوبايات او كوبايتين ونص من الدقيق. دلوقتي هنحط رشة من الملح، وكمان هنحط معلقة صغيرة من الخل او نص معلقة صغيرة، وهكمل تقليب. وخلاص كده جهز معايا قوام الكيكة، الخليط بتاع الكيكة اللي انا عايزاه. هبتدي بقى اسخن الاول، اولع الفرن اول حاجة واسيبه يسخن. هجهز صاج زي ما احنا شايفين كده، واحط فيه قوالب كب كيك. عشان الميني كيك عندي انا ممكن احطها من غير ما احط قوالب الكب كيك، بس عشان خاطر تحسبا الكيك يجي على بعضه. فنخليه احسن في قوالب الكب كيك زي ما احنا شايفين كده.
طبعا الميني كيك هنا بيبقى اصغر، ويعني بتبقى وحدات الكيك بتبقى مدوره وتبقى زي الجاهزه كده، يعني فبتفتح نفس الولاد ان هم ياخدوها بدل ما يشتروا من بره كيك جاهز. هنا عندي هنا شوكليت شيبس، هنبتدي نحطها على الميني كيك زي ما احنا شايفين. خلاص كده خلصت الكيك بتاعنا، هدخله بقى الفرن، ومش هفتح عليه الا لما اتاكد ان خلاص استوى، عشان ما العجينه بتاعتي ما تعجنش في عجينه الكيك، ما تعجنش وتطلع مش مستويه من جوه. وادي الكيك بتاعنا بعد ما خرج من الفرن، شكله جميل جدا وطريقه حلوه جدا ومستوي وهش من جوه وجميل، ومش هياخد مساحه كبيره في اللانش بوكس. وبدل ما يشتروا حاجات من بره مليانه مواد حافظه، نعمل لهم الحاجه بتاعتهم في البيت ويفرحوا بيها كمان. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، أتمنى يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.